اسرع واسهل وارخص ايس كريم ممكن تعملوه بمكونين بس وبتحضروه ب5 دقائق وشوفوا النتيجة. غرام، كريمي وفريش. كنت بيرك على البركون والدنيا شوب حر نار، فقلت هل بركي بدها بوظة. مشان هيك قررت اعمل بوظة، بس كان بدي شرطين يكونوا موجودين فيها. الاول تكون كتير طيبة، اطيب من اللي بنجيبها بالمحلات بكتير. والشرط الثاني انها تكون صحية واعرف ايش محطوط فيها. فمشان هيك قلت ما بدي اساويها واكل لحالي واغص، قلت اعلمكم اياها كمان مشان تسووها انتم بالبيت وتدعوا لي. بس قبل ما نبلش لا تنسوا اللايك والاشتراك وزر الجرس. تعالوا بقى، تعالوا شوفوا ايش جبت انا وشلون رح نسوي البوظة. اول شي بلزمنا فواكه، الفواكه اللي بنحبها. انا جبت مشمش غسلته وطلعت منه العجوة، وجبت درانة كمان غسلتها قشرتها وطلعت منها العجوة وقطعتها، وكمان جبنا كيوي اكيد كمان بنقشره وبنقطعه، وبعدين كلهم بنصفيهم وايش بيطلع منهم عصير بنحتفظ فيه مشان نحطه معهم بهذا الكيس ونحطهم بالفريزر. هذا الشيء ضروري نحطهم نجمدهم لحتى يصيروا مثل الحجر. هلا بس بدي استناهم دقيقتين لحتى احسن اكسرهم وارجع لكم. على هالشوب لا تخافوا ما بيطولوا، دقيقتين بس. وهلا صار عندنا المكون الاول جاهز، انا ما استنيت الا اقل من دقيقتين وبعدين اعطيتهم تقطيعه صغيره بالسكينه. قبل هالمره انا جربت المشمش والدرانه، بس هي اول مره رح اجرب الكيوي. طبعا اي نوع من انواع الفواكه ممكن تستخدموه، بس لازم تختاروا الفواكه المستويه، واذا كانت الفواكه حلوه كتير ما لازم تكتروا من المكون الثاني اللي رح اورجيكم اياه. وهلا الشيء اللي رح نعمله هو انه رح نحط الفواكه بمحضره الطعام او بالبلندر. لازم نستخدم محضره الطعام لانه الخلاط ما بيصير. وهلا جينا على المكون الثاني واللي راح يعطي الطعمه والقوام الكريمي للبوظه، واللي هو الحليب المكثف. خلينا نحطه بمحضره الطعام. الكميه طبعا انتم بتقدروها حسب حلاوه الفواكه اللي عندكم. وهلا بنشغل على السرعه الاولى او الثانيه لناخذ القوام اللي بدنا اياه. وهذا القوام اللي وصلنا له بعد اقل من دقيقه، شايفين؟ وهلا بنجيب اي علبه نظيفه ناشفه ما فيها مي ابدا وما لها ريحه ابدا وبنعبي فيها. وهيك بنكون خالصين. بنسكر العلبة، بنرجع على الفريزر لمدة ساعة أو نص ساعة، وبعدين صحة وهنا. أسرع وأسهل وأرخص آيس كريم ممكن تعملوه بمكونين بس وبتحضروه ب5 دقائق وشوفوا النتيجة. غرام، كريمي وفريش، وبتعرفوا إيش موجود فيه. أحسن ما تشتروه من السوق والأسعار الغالية هلأ اللي صايرة وما بتعرفوا إيش فيها. غرام. عملت هي الكمية كلها أنا من الفواكه اللي جبتها، تقريبا 3 كليات فواكه وعلبة حليب مكثف بس بتكفي لتعملوا كل هالكمية.